عمرك سألت نفسك ليه السوق بيصطاد أوامر وقف الخسارة بتاعتك مع إن تحليلك دايما صح؟ طب عمرك سألت نفسك ليه السوق بياخد وقف الخسارة بتاعتك وبعدها يمشي في الاتجاه اللي انت شايفه ده؟ صفقة دخلتها بس السوق ضرب لي وقف الخسارة وبعدها انطلق في اتجاهه الطبيعي. طب ايه السبب؟ أنا بدأت أشك إن السوق عارف الستوب لوز أو وقف الخسارة بتاعي. هجاوبك كمان شوية بس خلينا نشوف الصورة دي الأول. اللي انت شايفه ده هو الباور اوف 3، واحد من أهم وأقوى النماذج اللي بيكشف لك خدع صناع السوق وليه السوق بياخد وقف لخسارتك وبعدها ينطلق في الاتجاه. النموذج ده أنا عامل عنه كورس مبدئي كامل على القناة، للي عايز يبدأ يحلل بالنموذج ده عامل ليه كورس كامل على قناة اليوتيوب. ادخل ادرسه كامل. بعد ما خلصت الكورس المبدئي ده هبدأ أنزلكم الباور اوف 3 المتقدم، لأن النموذج ده القليل جدا اللي كانوا يعرفوه، وأنا لما اتعلمته اشتغلت عليه وطورته بشكل غير مسبوق. عملت لكم الكورس المبدئي وكمان عملت لكم كتاب كامل عن الباور اوف 3 نزلته على تليجرام، اللينك في الوصف تحت. بعدها هنزل لكم الباور اوف 3 المتقدم، والنهاردة أول حلقة عن الباور اوف 3 المتقدم. شارك الكورس مع أصحابك وحبايبك وشارك القناة، دعمك مهم عشان أقدر أستمر وأنزل لكم أكتر. والباور اوف 3 المتقدم عميق جدا، هبدأ أشارك معاكم اللي يفيدكم ويطور مستواكم. يلا بينا، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ أنا كارم محمود، مؤسس قناة كارم باور اوف 3، وحبدأ أشارك معاكم الباور اوف 3 المتقدم. الباور اوف 3 المتقدم عميق جدا، لو فضلت أتكلم عنه من هنا للسنة الجاية مش هنخلص، بس من النهاردة هبدأ معاكم فيه، وكل أسبوع هيكون فيه حلقة أو حلقتين زي ما تحبوا. خلينا ناخد مراجعة سريعة عن الباور اوف 3 العادي والمعروف. الأول، الباور اوف 3 فيه منه نوعين. نوع باور اوف 3 بنطلعه من شمعة واحدة، سواء شمعة شهرية أو أسبوعية أو يومية أو أي شمعة بنقدر نطلع منها باور اوف 3. يعني تخيل معايا الشمعة اليومية فتحت عند مستوى معين وفضل يتحرك حواليه شوية، ده اسمه accumulation. بعدها نزل تحت افتتاح الشمعة اليومية، ده اسمه التلاعب. بعدها انفجر لفوق، ده اسمه distribution أو التوسع في الاتجاه الحقيقي. ضروري تشوف الحلقة اللي شرحت فيها الباور اوف 3 بشكل منفصل عشان تقدر تستوعب حلقة النهاردة. يبقى كده حصل عندي AMD. ال AMD بيحصل في أي شمعة زي ما اتفقنا. وتوضيح بسيط، مش كل باور اوف 3 هي AMD، لكن كل باور اوف 3 هي AMD. ايه الفرق؟ الفرق ان الباور اوف 3 بيحصل من شمعة واحدة، وبيفضل نشتغل على شمعة من فريم أعلى عشان المراحل الثلاثة يكونوا واضحين. المهم، نقدر نطلع الثلاث مراحل من شمعة واحدة، لكن مش كل AMD هي باور اوف 3. مثال، التجميع ممكن يحصل في كذا يوم، ما ينفعش نقول ده باور اوف 3. والتلاعب ممكن يحصل في أيام تانية، والتوسع ممكن يحصل في أيام غيرها. كده يكون اكتمل عندنا نموذج ال AMD. لكن الباور اوف 3 ممكن نطلعه من شمعة يومية أو أسبوعية، أو من جلسة زي جلسة لندن أو جلسة نيويورك، صح؟ تمام. ناخد مثال سريع عشان المعلومة تثبت. هنا مثال واضح، دي الشمعة اليومية. نحدد سعر الافتتاح، هنشوف الزيل من تحت، ده اسمه التلاعب. بعد التلاعب السعر انطلق للصعود عشان نشوف accumulation، manipulation، distribution. ننزل على فريم 15 دقيقة أو 5 دقايق وهنشوف تفاصيل الثلاث مراحل بوضوح. ده اسمه باور اوف 3 وبرضه اسمه AMD. تعالوا نشوف التاني اللي هو AMD ومش باور اوف 3. هنا مثال واضح على فريم 4 ساعات، تجميع كبير واضح.
تم تلاعب وتم انفجار لفوق. ده اسمه AMD زي ما هو واضح. أما اللي هنتعلمه النهاردة في الحلقة دي الباور اوف 3 برضه، بس المتقدم بشكل ما اتطرحش قبل كده. كل حلقة هقدم فيها عن الباور اوف 3 المتقدم، وهنعرف على أنواع التجميع وأنواع التلاعب في السوق وأنواع الانفجار ونربطه بالزمن. أهم ما هنتعلمه في الحلقة دي كالآتي: شكل التراكم في الاتجاه الصاعد والهابط، فين بيحصل التلاعب في الاتجاه الصاعد والهابط، شكل التوزيع أو التوسع في الاتجاه الصاعد والهابط، هندسة السيولة في السوق، تحديد السيولة اللي السوق بيلعب عليها دور، صناع السوق وإزاي بيقرروا الأوامر. هنشتغل بالأمثلة على الشمعات وهنركز على الرينج اليومي كمثال، بس اللي هنقوله ينفع يتطبق على أي فريم طالما عندك سعر افتتاح، أعلى سعر، أقل سعر، وسعر إغلاق. يعني مادام عندك افتتاح وانخفاض وإغلاق ينفع تطبق عليه المفهوم ده. الباور اوف 3 في الأساس هو إنك تدور على التراكم أو التجميع، تستنى التلاعب، تدور على فترة التصريف أو التوزيع. التراكم accumulation، أول حاجة لازم تحددها فين بيحصل التجميع. لو إحنا في اتجاه صاعد بندور على التجميع في شكل مراكز شراء حوالين سعر الافتتاح، فوقه مباشرة أو تحته، يعني شراء وبيع في نفس الوقت، بس الشراء ساعات بيكون أقوى. اللي بيعملوا التراكم دول الأموال الذكية. السؤال المهم: فين بيحصل التراكم أو التجميع؟ في اللحظة دي نبحث عن سعر الافتتاح. الافتتاح معناه افتتاح شمعة، أي سوق يعني افتتاح الشمعة الشهرية أو الأسبوعية أو اليومية أو ال4 ساعات، أو افتتاح أي شمعة سواء على فريم صغير أو كبير. في أي يوم تداول السوق بيبدأ بسعر الافتتاح اللي اسمه افتتاح الشمعة. السعر ده بيعتبر نقطة مرجعية رئيسية لتحركات السوق. ليه؟ في حالة الاتجاه الصاعد السوق بينزل شوية بعد الافتتاح علشان يجذب المتداولين للشراء، بس مش بينزل جامد. أظن لو درست الكورس اللي أنا نزلته من شهرين هتبدأ تفهم أنا قصدي إيه. بعد ما السوق ينزل بعد الافتتاح علشان يجذب المتداولين للشراء من مستويات منخفضة، ناس كتير بتفتكر إن السوق نزل جامد، بس بيبقى عندهم شك هو ليه نزل كده بعد الافتتاح. بس علشان هم مش فاهمين تحركات السوق ماشية ازاي، مش بيفكروا كتير، وهنا يبدأوا يدخلوا صفقات شراء بعد افتتاح السوق. عندنا في الدول العربية بتوقيت القاهرة، مصر بيفتح الساعة 12 صباحا بتوقيت القاهرة، ومعظم الدول العربية باختلاف بسيط ساعة تقديم أو تأخير. بعد ما يدخلوا شراء بعد هبوط السعر بعد الافتتاح، تيجي أهم وأخطر مرحلة في بداية اليوم: التراكم accumulation أو التجميع. بعد انخفاض السوق بعد افتتاح السوق والناس دخلت اشترت، يبدأ السوق في دخول أهم مرحلة وهي accumulation، التراكم أو التجميع. هنا مين اللي بيتخض؟ الناس اللي اشترت عند الافتتاح. فلما يشوفوا السوق بيدخل في مرحلة التراكم accumulation يبدأ القلق يظهر عليهم. السوق هنا بيدخل في حركة accumulation، وبتكون في جلسة آسيا من الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة مصر لغاية الساعة 8 صباحا بتوقيت القاهرة. السعر بيبدأ من الساعة 3 صباحا يدخل في التراكم. السعر بيبدأ يتذبذب حوالين مستوى سعر الافتتاح أو حتى ينزل شوية. الأموال الذكية اللي بتمثل كبار المتداولين أو المؤسسات بيبدأوا يشتروا بالقرب من المستوى ده عند الافتتاح أو أسفل سعر الافتتاح. الأموال الذكية مش بيدخلوا بكميات ضخمة مرة واحدة في الأول، بالعكس بيشتروا على مراحل صغيرة علشان ما يظهروش للناس اللي اشترت عند الافتتاح إنهم دخلوا السوق. حد من حضراتكم مركز في التفاصيل ويسأل وهم يعرفوا منين إنهم دخلوا السوق أو لأ؟ السوق لما يبدأ يتحرك بسرعة قوية لدرجة إنك ممكن ما تلحقش تدخل مع الأسعار، فمعرفة المؤسسات دخلت ولا لأ دي بتبان من قوة حركة السعر. وهنا الفخ: الأموال الذكية لما تشتري عند الافتتاح مش بيشتروا مرة واحدة، بل على مراحل صغيرة، وده علشان ما يظهروش لأي حد إنهم دخلوا السوق.
السؤال الأهم: ليه الأموال الذكية بتشتري قرب سعر الافتتاح؟ عشان نكون واضحين، الأموال الذكية مش فارق معاها تشتري بأسعار مرتفعة، هم بيفضلوا يدخلوا في مراكز شراء بأسعار منخفضة، بيبدأوا بالشراء بالقرب من الافتتاح أو تحته، علشان اللي اشتروا عند الافتتاح في الأول يفتكروا إن المنطقة منخفضة بالنسبة لهم. وهنا الفخ، هم عايزينك تدخل السوق بدري، فالسعر يدخل في حركة تجميعية. التراكم ده بيحصل على مراحل، يتم الشراء على فترات علشان يتم اصطيادهم من غير ما يحسوا. إزاي بيحصل التراكم هنا؟ في الواقع السوق بعد ما ينزل شوية بعد الافتتاح والهبوط بعد الافتتاح مش شرط فعلي لكنه مهم بالمناسبة، يبدأ السوق يدخل في رينج ضيق علشان الأموال الذكية تجذب المتداولين الصغيرين للشراء في المكان ده. بمجرد ما يجمعوا كمية كافية من مراكز الشراء، يعني يدخلوا السوق بأسعار منخفضة، يبدأوا يرفعوا السعر تدريجيا، وده بيؤدي لتحرك السعر لفوق. لما يتم التراكم بشكل كافي وتجمع الأموال الذكية مراكزها الشرائية، يبدأ السوق يتحرك لفوق. بعد ما يتحرك لفوق يبدأ الفخ الأكبر، وحالة يأس عند المتداولين الصغيرين يدخل السوق في مرحلة التلاعب manipulation في الاتجاه الصاعد. بعد ما يحصل التراكم لازم ننتظر دورة التلاعب. أدنى سعر الافتتاح ده بيكون أحسن، لأن الأموال الذكية بيدخلوا في مرحلة خطيرة ومهمة في نفس الوقت، مرحلة الخداع الاستراتيجي. أنا ليه دايما بكرر وأقول محدش يشتري إلا تحت سعر الافتتاح، أو محدش يشتري إلا بعد مرحلة التلاعب؟ علشان ببساطة بعد مرحلة التراكم الأموال الذكية يكون عندها استعداد تتحرك لفوق، بس هم عايزين يفدوا معاهم أكبر قدر من السيولة علشان يتحركوا بقوة أكبر، فيجي بعد ما يرفعوا السعر شوية لفوق يعمل هندسة سيولة. وهندسة السيولة بكل بساطة معناها لو السوق كسر القاع السابق، في ناس هتفكر تدخل بيع عند اختراق القاع. الحركة دي بتسحب سيولة أوامر البيع اللي اسمها سيل ستوبس اللي عند القاع. وهنا حصل خدعتين مش خدعة واحدة. الخدعة الأولى خدعة الشراء عند الافتتاح، ودول غالبا بيكونوا حاطين استوباتهم عند القاع السابق، وبكده يكون تم إخراج الناس اللي اشتروا عند الافتتاح لما السعر هبط وظنوا إن السعر منخفض بما فيه الكفاية. الخدعة التانية إن السعر بيسحب سيولة القاع السابق سيل ستوبس من الناس اللي بتبيع عند اختراق القاع، ظنا منهم إنها قوة بيعية. وده معناه إن في شرطين ممكن يحصلوا مع بعض: إخراج الناس اللي اشتروا عند الافتتاح زائد تحفيز الناس نفسيا إن السوق هابط بأخذ سيولة تحت قاع قريب. المتداولين اللي هيبيعوا على القاع الجديد هيبقوا في الجانب الغلط لأن السوق أصلا صاعد. دورة التلاعب في الحقيقة عبارة عن نزول تحت سعر الافتتاح في الاتجاه الصاعد لتجميع مراكز شراء قبل الحركة الكبيرة. صلاع السوق بيقرنوا أوامر البيع اللي عند القيعان سيل ستوبس مع اهتمام الشراء على مراحل صغيرة زي ما شرحت. السؤال المهم هنا: ماذا بعد التلاعب؟ يعني السعر هيفضل يتلاعب لحد إمتى؟ أنا بخاف أدخل غلط في وسط التلاعب وأنا فاكر إن التلاعب خلص. وهنا الخطوة المهمة في الدورة اليومية. السؤال الصح: التلاعب ينتهي إمتى؟ وده بيكمن في تحليلك للفريمات الكبيرة زي ما أنا شرحت في الكورس. بنبدأ بتحليل من الفريم الأسبوعي أو اليومي، وبنربط الفريمات مع بعض عشان نقدر نعرف السعر صاعد ولا هابط. فاحنا خلاص اتفقنا إنك شاهدت الكورس وأمورك تمام. نرجع لسؤالنا، وهو إمتى بينتهي التلاعب؟ عشان ندخل مع الاتجاه الحقيقي لليوم، التلاعب هيفضل مستمر لحد ما يوصل لمنطقة اهتمام على الفريم اليومي. يعني احنا بنحدد الدورة اليومية على فريم 15 دقيقة، وبنحدد مناطق الاهتمام على فريمات أكبر زي الفريم اليومي والأربع ساعات. أول ما السعر يعمل تلاعب ويوصل لمنطقة اهتمام، تيجي الخطوة الأهم في الدورة اليومية. بعد ما التلاعب يوصل لمنطقة اهتمام تيجي آخر خطوة، وهي الديستريبيوشن، التوسع. السعر بينعكس بالكامل. طيب السؤال: إزاي السعر هيبدأ في الانعكاس؟ لو لاحظت هنا في جميع المراحل اللي شرحتها دي، هتلاقي إن السوق مش عاوز تدخل في الاتجاه الحقيقي بسهولة، ولا عاوزك تدخل معاه أصلا عشان يستفيد من سيولتك. لازم قبل ما السوق ينطلق في اتجاهه الحقيقي يوقعك في الفخ على مراحل عشان يخليك تيأس من السوق. وأكيد ده بيحصل مع كل المتداولين،
وحصل معايا في بدايتي قبل ما اكتشف القوة دي، ولما اكتشفتها طورتها بخبرة سنين وبقدمها لكم مجانا. وملحوظة لكل اللي سألني على الخاص: عندك كورس مدفوع ولا لأ؟ لأ يا جماعة، أنا مش بعمل كورسات مدفوعة. أنا كل اللي عندي بقدمه هنا مجانا على قناة اليوتيوب، ومستمر معاكم، محدش يقلق خالص. ياريت تستغل اللي أنا بنزله ليك، وبأكد لك لو طبقته هتوصل لمستوى ما كنتش بتحلم بيه، ودي بشهادة متابعيني على جروب الدردشة التعليمية على تليجرام. نرجع لموضوعنا. السوق لازم ييأسك ويخرجك من السوق عشان ينطلق في الاتجاه لوحده. دي وظيفة السوق هنا. الأموال الذكية عشان تنطلق في الاتجاه الحقيقي بعد مرحلة التلاعب هتدور تبيع مراكزها الشرائية عند قمم قديمة، قمة يوم سابق، قمة جلسة، قمة الأسبوع السابق. المهم إنها هتدور على قمة فيها سيولة واضحة. ليه؟ لأن في أوامر شراء معلقة فوق القمة القديمة، والناس شايفة اختراق القمة إشارة شراء قوية. بعد ما الأموال الذكية تضرب سيولة القمة اللي اسمها باي ستوبس، يبدأوا في الانعكاس على البيع. ليه؟ عشان المتداولين الصغار لما اشتروا عند الاختراق حاطين وقف خسارتهم عند قاع تحت أو أقرب مستوى آمن بالنسبة لهم، وتيجي الأموال الذكية تنعكس للبيع وتبتلع وقف الخسارة. والمتداولين اللي ما عندهمش علم بالبي او 3 ده والبي او 3 المتقدم اللي بشرحه واللي لسه هكمل في سلسلته إن شاء الله، بيتعرضوا لنفس الخسارة وحالة اليأس والإحباط دي كل يوم. صحيح ممكن تيجي معاهم مرة أو 2 يكسبوا، لكن مش بشكل ثابت. هم حرفيا بيتجننوا، مش فاهمين بيحصل إيه في السوق، العيب منهم ولا الاستراتيجيات مش شغالة. يبقى احنا هنا اتفقنا مفيش دخول صفقات عند اختراق القمم أو القيعان، مفيش دخول صفقات بعد افتتاح السوق مباشرة أو بعده بشوية. اصبر وتداول في جلسة لندن على رواق لحد ما تطمن إن كل الخطوات اللي اتكلمت عنها عدت على خير وتكون جاهز تدخل الصفقة. تعالوا ناخد أمثلة عملية عشان تقدروا تطبقوا بوضوح وتفهموا الدورة اليومية بشكل أفضل. التطبيق هنا هنشتغل بيه على فريم 15 دقيقة أو فريم 5 دقايق. ندور الأول على مثال صاعد وبعدين ندور على مثال هابط. هنا في مثال واضح، ركز هنا. من هنا بدأ الافتتاح اليومي بتوقيت القاهرة في الأول. نلاحظ إن بعد الافتتاح السعر نزل شوية، والبعض هيشوف إن الهبوط ده مناسب للشراء، والغرض من الهبوط ده فخ زي ما شرحت في أول الحلقة. وهنا بدأت جلسة آسيا، وبيبدأ معاه تراكم الأموال. الذكية بتشتري عشان ترفع السعر مؤقتا، وخلال جلسة آسيا السعر بيدخل في مرحلة التراكم أو التجميع، والحركة دي معناها إن الحركة بتكون ضعيفة لحد انتظار جلسة لندن، والأموال الذكية بتبتلع وقف الخسارة للناس اللي اشترت عند الافتتاح. ومرحلة التلاعب في جلسة لندن. عشان نحدد مرحلة التلاعب بدقة بنحدد منطقة اهتمام على فريم أكبر حسب الاتجاه، وهنا بنفترض إننا حددنا منطقة الاهتمام وبننتظر التلاعب. وهنا السعر في جلسة لندن بينزل وياخد وقف خسارة الناس اللي اشترت واستعجلت في الشراء، وعند اختراق القاع السوق بيحفز الناس نفسيا عشان يبيعوا.
والناس اللي دخلت بيع عند اختراق القاع بيحطوا وقف الخسارة عند أقرب قمة آمنة ليهم. هنا والسعر بيتلاعب لحد ما يوصل لمنطقة الاهتمام. ويبدأ في الانعكاس في الاتجاه الحقيقي والتوسع في الاتجاه. والهدف القمم هنا. وعند وصوله للقمم هيخرج من الشراء وبينعكس للبيع، لأن عند اختراق القمة دي بعض الناس بتشوفها قوة شرائية، لكن الفخ دايما عند اختراق القمم والقيعان زي ما شرحت. نشوف أمثلة تانية على الاتجاه الهابط ونختم الحلقة هنا. في الاتجاه الهابط هتشوف السعر طالع ازاي بعد الافتتاح، والغرض يسحب الناس لدخول صفقات بيع عشان يدخل في مرحلة التراكم، ويخفض السعر ويحفز البائعين إن السعر هابط. لكن عند دخول جلسة آسيا هنا السعر بيدخل في مرحلة تجميع وتراكم الطلبات، والأموال الذكية بتبيع على مراحل عشان تاخد سيولة الناس اللي باعت. وهنا دخول جلسة لندن. توضيح: جلسة لندن لما بتدخل بتكون سيولتها عالية جدا، لذلك التلاعب فيها بيكون سريع. السعر هنا عمل تلاعب، أخد سيولة الناس اللي باعت عن الافتتاح وطلعهم من السوق. وفي نفس الوقت لما السوق عمل تلاعب وكسر القمة، السوق بيحفز الناس نفسيا إنه طالع عن طريق اختراق القمة. وهنا تاخدوا حذركم كويس، لأن السوق بيلعب على الفخ، وكل منطقة في السوق هي سيولة، وأمامك اختيارين ملهمش تالت: تصبر وتفهم السوق بيتحرك ازاي وتدخل مع الأموال الذكية، أو تكون انت السيولة واللي السوق بيصطادها. وهنا بعد التلاعب السوق انعكس للبيع ودخل في مرحلة التوسع وخرج عند القيعان.
وهكذا. ودي مجرد بداية في الباور اوف 3 المتقدم، ولسه هشرح أنواع الباور اوف 3 وهشرح بروفايلات باور اوف 3 المختلفة عشان مفيش حاجة تفوتك. وعشان نكون واضحين، التراكم أو التجميع ليه أنواع كتير مختلفة، والتلاعب ليه أنواع مختلفة، وأكتر نقطة حساسة وبتقلب الموازين هي التراكم والتلاعب بالذات. الحلقة الجاية هنفهم التراكم بالتفصيل وأنواع التراكم اللي بتحصل، وهل التراكم ده شرط يكون تجميع بس ولا ليه أنواع تانية. لو عرفت تتعامل مع التراكم صح تكون خلصت 60% من الشغل. والتوسع في الاتجاه الحقيقي ليه أنواع برضو، كل مرحلة ليها شرحها العميق والقوي، ونتعرف على كل مرحلة بالتفصيل. إزاي نحدد التراكم أو التجميع بالشكل الصحيح، وإيه هي أنواع التراكم ولا هو نوع واحد بس، وهل التلاعب شرط يكون قوي ولا ينفع يكون بسحب ذيل الشمعة ولا ليه أنواع تانية. كل ده في الحلقات الجاية إن شاء الله. الحلقة دي كانت عند بداية الباور اوف 3 المتقدم، وإزاي بيتم اصطيادك وبتكون ضحية للسوق، وتكون عارف إزاي تقرأ السوق. إن الأسواق المالية مش مجرد تحليل وانتهت القصة، لا، الأسواق المالية محتاجة عقلية واعية وفهمة، ما تقتصرش بس على تحليل الأسواق. وطبعا كل اللي شرحتوه في الحلقة دي ينطبق نفسه على الاتجاه الهابط، والحلقة دي هتطور جدا من عقليتك. ضروري تطبقوا على الحلقة دي وتبعتولي على جروب التليجرام أصحح لكم. هتلاقوا جميع الروابط في صندوق الوصف تحت. الخلاصة في نهاية الحلقة: باور اوف 3 في الاتجاه الصاعد، تراكم حوالين سعر الافتتاح، تلاعب تحت سعر الافتتاح لتجميع شراء، وبعدين توسع فوق القمم القديمة أثناء ما الناس بتشتري. مع الاختراق اللي فهمته من هنا ينفع يتطبق على أي فريم وأي سوق، طالما عندك سعر افتتاح وأعلى وأدنى وإغلاق. ودلوقتي السؤال لحضرتك، انت شايف نفسك في المرحلة دي من بي باور اوف 3 أكتر محتاج تتعلم إيه؟ الأول، التراكم بأنواعه ولا التلاعب بأنواعه؟